أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى نشرع ببحث جديد. تعريف القرآن السلفي السني ثابت بالتواتر قطعا، قد ذهب منه قرآن كثير، الروايات في هذا الباب أكثر من أن تحصى، فلا تكفر الناس يا أرجاس يا حمير، كما وصفكم ابن عمر تنصد كأنك حمار وقد صدق. تنصد كأنك حمار وقد صدق. المصدر الأول كتاب فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام. فضائل القرآن للقاسم بن سلام المتوفي سنة 224 هجري قبل البخاري. قال ابن عمر: لا يقولن أحدكم قد أخذت القرآن كله وما يدريه ما كله، قد ذهب منه قرآن كثير. ماذا ذهب منه؟ قد ذهب منه قرآن كثير. قرآن كثير. الكلام عن أي شيء؟ عن القرآن، عن السور، عن الآيات. قد ذهب منه قرآن كثير، حرق، أتلف، ضيع. لا يقولن أحدكم قد أخذت القرآن كله وما يدريه ما كله، قد ذهب منه قرآن كثير، ولكن ليقل قد أخذت منه ما ظهر منه، قد حفظت ما ظهر من القرآن، ما وصلني من القرآن، ما ظهر لي أنه من القرآن. في سنن سعيد بن منصور، في سنن سعيد الجزء الثاني صفحة 432 رقم الحديث 140. سنن سعيد بن منصور عن ابن عمر: لا يقولن أحدكم أخذت القرآن كله وما يدريه ما كله، قد ذهب منه قرآن كثير، ولكن يقول أخذنا ما ظهر منه. وفي الهامش: هذا الأثر نقله السيوطي في الاتقان وسكت عنه، مع أن ظاهره يفيد ضياع جزء كبير من القرآن. هذا الأثر نقله السيوطي في الاتقان وسكت عنه، مع أن ظاهره يفيد ضياع جزء كبير من القرآن. مع أن ظاهره يفيد ضياع جزء كبير من القرآن. مع أن ظاهره يفيد ضياع جزء كبير من القرآن. ابن عمر في القرن الأول المتوفي في سنة 73 أو 74 هجري قال بهذا القول، ونقله ابن منصور في سننه، ونقله السيوطي وسكت عنه، ونقله باقي المفسرين والكثير من المحدثين على طول الزمان. والسيوطي في سنة 911 هجري. يأتي بعد كل هذا الزمان، بعد 1200 عام، بعد أكثر من 1200 عام، يأتي الحمير مثل الآلوسي وصاحب التعليق هنا وصاحب التعليق النفيس، ونأتي بأخذ كلام حمار ونترك كل
ما سبق ونترك العقلاء والعقل والمنطق واللغة والعرف وقوانين التفاهم بين الناس وظواهر الكلام ونصوص الكلام والمعنى المتبادر والمعنى المنسبق إلى الذهن، كل هذا يترك ونأتي بأخذ كلام حمار خنزير رجس بهيمة من قطيع الحمير، نأخذ بهذا ونترك كل شيء، نترك الإنسانية والعقل والمنطق والبشر والعرف واللغة والأجيال وابن عمر وابن منصور والسيوطي وغير هؤلاء، نأخذ بكلام الحمير؟ هل يعقل هذا؟ هل يعقل هذا؟ المصدر الثالث في تفسير الآلوسي روح المعاني المتوفي سنة 1270 هجري. في مقدمة التفسير نقل الآلوسي كلاما لابن شهر آشوب الشيعي المتوفي سنة 588. نقل الآلوسي كلاما لابن شهر آشوب الشيعي ثم للمرتضى الشيعي والطبرسي. إذن الآلوسي ينقل الكلام عن ابن شهر آشوب وعن الطبرسي وعن المرتضى. نقل كلام ابن شهر آشوب من علماء الشيعة ممن يقول بوجود نقص في القرآن، وفي مقابل هذا نقل قول الطبرسي والمرتضى الذي يقول بتمامية القرآن وبعدم وجود التحريف في القرآن. الطبرسي والمرتضى ينفي التحريف ويؤكد على أن القرآن كان مؤلفا مرتبا مكتوبا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الشيعي ينفي التحريف ويؤكد على أن القرآن كان مؤلفا مرتبا مكتوبا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان القرآن يدرس ويختم بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جاء الآلوسي بهذا المورد وناقشه، هو أراد أن يبطل ما ذكره الطبرسي في بعض الكلام في بعض ما قاله، لكنه كما هو المعتاد دخل في السفسطة والمغالطات والأباطيل، وفي النتيجة وأوقع نفسه في الفخ وأقر على نفسه وعلى مذهبه وعلى السلفية وعلى السنة، أثبت التحريف اليقيني في القرآن، فقد ثبت الحقيقة اليقينية الدامغة في ثبوت تحريف القرآن عند السلفية والسنة. وقول علماء الشيعة فقهاء الشيعة أقطاب الشيعة قول المفيد القمي المرتضى الطبرسي الذي ينفي التحريف ويؤكد على أن القرآن كان مؤلفا مرتبا مكتوبا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان القرآن يدرس ويختم بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مولاي إني ببابك مولاي، 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 مولاي إني ببابك مولاي. يقول الآلوسي أسقط زمن الصديق ما لم يتواتر
وما نسخت تلاوته، وكان يقرأه من لم يبلغه النسخ، وما لم يكن في العرضة الأخيرة، ولم يألو أبو بكر جهدا عنه في تحقيق ذلك، إلا أنه لم ينتشر نوره في الآفاق إلا زمن ذي النورين. يقول إلا أنه لم ينتشر نوره في الآفاق إلا زمن ذي النورين، فلهذا نسب إليه. الآن عندما يتحدث عن تواتر وفي زمن عثمان وكذا 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 كما روي، المفروض يأتي بروايات متواترة، لكنه ماذا فعل؟ أتى بروايات التحريف، وثبت على نفسه التحريف، وثبت على أهل السنة التحريف، وثبت على السلفية التحريف، وثبت على كل من لم يسلك طريق العترة التحريف. يقول كما روي عن حميدة بنت يونس أن في مصحف عائشة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وعلى الذين يصلون الصفوف الأول، وعلى الذين يصلون الصفوف الأول. لاحظ مصحف عائشة ماذا فيه؟ وعلى الذين يصلون الصفوف الأول. هذا القول قول عائشة، هذه آية عائشة، هذا مصحف عائشة. وعلى الذين يصلون الصفوف الأول، هذا متواتر أو غير متواتر؟ عائشة خبر واحد لا يؤخذ منها، كيف يؤخذ منها العقيدة؟ كيف يؤخذ منها الدين؟ كيف أوصى بها النبي؟ عائشة تقول وعلى الذين يصلون الصفوف الأول. ابحثوا هل يوجد هذه الآية في القرآن الموجود الآن بين أيدينا؟ هذا مصحف عائشة، ويكفرون الآخرين. يا سلفية يا سنة يا مكفرة، هذا مصحف عائشة. الآن لماذا أتى بهذه المصادق؟ لتأييد التواتر المكذوب أو لكشف المخازي والمفاضح السنية السلفية في التحريف؟ لاحظ يقول وأن ذلك قبل أن يغير عثمان المصاحف، وأن ذلك قبل أن يغير عثمان المصاحف. لاحظ الغباء أين وصل، يقر على عثمان بأنه هو الذي غير المصاحف. إذن عثمان مبتدع، يتهمه بالابتداع، يتهمه بالتدليس، يتهمه بتحريف القرآن، يتهمه بتغيير المصاحف. لا إله إلا الله وسبحان الله. عثمان بإقرار الآلوسي عثمان مبتدع، عثمان مدمر القرآن، مدمر المصاحف، محرف القرآن، محرف المصاحف. هذا قرآن أمنا عائشة، هذا مصحف أمنا عائشة، وأتى عثمان غير مصحف عائشة وطعن بمصحف عائشة ودمر المصاحف، دمر الآيات والسور والأحرف والكلمات القرآنية، دمرها تدميرا. عثمان دمر القرآن، حارق القرآن، مدمر القرآن. أي مذهب هذا؟ أي مذهب هذا الذي يدمر القرآن ويدمر السنة ويدمر العترة؟ هذا إقرار منه. الآلوسي يقول، لست أنا من أقول، الآلوسي يقول بأن عثمان قد غير المصاحف، دمر المصاحف، أسقط القرآن، ضيع القرآن، أحرق القرآن. عثمان أحرق القرآن. الآلوسي يقر ويعترف على عثمان ويتهم عثمان. يكمل. إذن هذا في مصحف عائشة وعلى الذين يصلون الصفوف الأول. ابحثوا عن هذا، ابحثوا عن هذه الآية، عن تكملة هذه الآية، عن وجود هذه الآية في المصاحف الموجودة الحالية. ابحثوا عن هذا.
عن تحريف هذه المصاحف وحذف هذه الآية. أي دين عندكم؟ أي تراث؟ أي عقل عندكم؟ والله كما وصفكم ابن عمر، تنصت كأنك حمار قطيع من الحمير. والحمد لله الذي شرفنا بعلي وولاية علي وبالعترة، وصية النبي صلى الله على محمد وعلى علي وعلى فاطمة وعلى العترة. الحمد لله رب العالمين. يكمل يقول: فما أخرج أحمد عن أبي قال. الآن أبي الصحابي صاحب المصحف، مصحف أبي. قبل قليل قال العالم الشيعي ماذا قال؟ قال: ابن مسعود وأبي وغيرهما ختموا القرآن على النبي عدة ختمات. هذا أبي. لنرى ماذا يقول أبي الذي ختم القرآن على يد النبي، أمام النبي، بين يدي النبي عدة مرات. ماذا يقول أبي؟ يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله أمرني أن أقرأ عليك فقرأ علي. الله أمر النبي أن يقرأ على أبي. ماذا قرأ؟ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. هذا أين؟ قرأنا هذا سابقا في سورة البينة من الآية الأولى إلى الآية الرابعة. ماذا يأتي بعدها في القرآن؟ القرآن الذي بين أيدينا. ماذا يأتي في القرآن يا قوم، يا سلفية، يا سنة، يا أبنائي، يا شيعة التوحيد؟ ماذا يأتي بعدها في القرآن؟ يأتي بعدها في القرآن عن أبي: إلا من بعد ما جاءتهم البينة إن الدين عند الله الحنيفية. إن الدين عند الله الحنيفية، غير المشركة ولا اليهودية ولا النصرانية، ومن يفعل ذلك فلن يكفره. ابحثوا هل يوجد هذه الآية في القرآن؟ يا شيعة التوحيد، سددكم الله وأعانكم الله، ونسألكم الدعاء دائما إن شاء الله. نسألكم الدعاء يا شباب التوحيد، يا شيعة التوحيد. نحن راحلون، وإن شاء الله تبقى رايات التوحيد بأيديكم إن شاء الله، ويكون لكم الدور في نصرة الدين والعقيدة والتوحيد الصحيح إن شاء الله. نسأل الله لكم التوفيق ونسألكم الدعاء. إذن في البينة من الآية الأولى إلى الآية الرابعة ماذا قال أبي؟ ماذا في الآية الخامسة في القرآن؟ ماذا قال أبي صاحب المصحف صاحب القرآن؟ يقول: إلا من بعد ما جاءتهم البينة إن الدين عند الله الحنيفية، غير المشركة ولا اليهودية ولا النصرانية، ومن يفعل ذلك فلن يكفره. ابحثوا هل يوجد هذه الآية في القرآن الموجودة الآن بين أيدينا. وأكتفي بهذا المقدار من الكلام ونكمل إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
وأسألكم الدعاء، وأسألكم الدعاء، وأسألكم الدعاء.